انا حاسسها كمان اكتر بتقعدك على الكرسي وانت بتسمع التجميعه وهي طالعه. عربيه طالعه قوي. طالعه، لا عربيه. بس انا مجرد ما بلمس الدواسه، بص بص. اهلا وسهلا بحضراتكم. النهارده تركيب مثبت السرعه لملاك نيسان صني بالشكل القديم في الفئه الاولى اللي ما بيكونش فيه مكان للفيشه بتاعت الزراير. فاللي بيحب يركب مثبت سرعه بيضطر يغير الطاره بطاره جديده ويغير شريط الإنتاج. المثبت ده بيركب بدل الزراير بيركب بدراع التحكم زي دراع النور. تقدر تتحكم في المثبت عن طريق الدراع ده. مش بس الصني، عربيات سكاي الموديل القديم اللي هو 2013 برضو نفس القصه. هنشوف دلوقتي ازاي بيتم تركيبه، الخطوات بتاعته، هنشوف الشكل النهائي بتاعه للتركيب وازاي نقدر نستخدمه. تابعونا لو مش متابعنا على القناه عشان تشوف كل جديد. اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد من القناه وكل الحلقات اللي بتنزل اول باول. نشوف دلوقتي تركيب الدراع زي ما اتكلمنا في البدايه. احنا بقولك شويه. احنا لسه طبعا اختار المكان اللي هنركب فيه الدراع. هنشوف حسب اختيار صاحب العربيه. في الصني بالشكل القديم زي ما قلنا. طبعا هنا عشان نركب الدراع احنا بيبقى فيه خرم بالدريل هنا عشان يركب فيه الدراع بتاع المثبت. وزي ما فهمنا ان ده بديل للزراير بتاعت الطاره، علشان هنا لو احنا حبينا نركب زراير الطاره هنضطر ان احنا نغير الطاره دي بالكامل. الفئه الثانيه بيكون فيها مكان الزراير هنا للتحكم الكاسيت في الشمال، وبنخلعها وكذلك برضو بيكون في طبه في اليمين، فبنخلع الطقم كله وبنركب طقم جديد للزراير بتاعه الكاسيت والمثبت مع بعض في ضفيره واحده بييجوا يركبوا في الشريط الإيرباك. التعليمات اللي بتبقى مكتوبة على استخدام الدراع زي ما احنا شايفين، اللي هي فيها اون واوف والست. بيبقى الست بتاعه من الزرار ده، وبيبقى فيه لفوق ولتحت ولبره ولجوه. ده الاستخدام بتاع الدراع. بعد كده بيتم تقفيل الفبرة اللي تحت الطارة، وطبعا هنشوف الشكل النهائي للدراع في الآخر. ما شاء الله يعني. هو اصلا اكنه فابريكا يعني. أيوة. راكب شكله حتى. بص بقى وانت قاعد كده شوف الشكل اللي انت تحب تحطه في الشاشه بقى. هنا طبعا صاحب العربيه بيختار مكان الشاشه المناسب او المريح لعينيه، وهو بيختار مكان الشاشه. عايزين نبص على الماتيريال بتاعت الدراع. تبص عليها تحس ان هو عامل زي القطيفه، يعني هو مش بلاستيك، حاجه كده زي ملمسها ناعم، عامله زي ملمس القطيفه في الدراع نفسه. ده الزرار بتاع الست، وكده الدراع للامام ده لمثبت السرعه. ضغطه تقيله كده تشغل مثبت السرعه، وضغطه تقيله تلغي مثبت السرعه، وهنا ضغطه تقيله للامام على السائق تشغل محدد السرعه، وضغطه تقيله تلغي مثبت السرعه. ده المسار بتاع السلك بتاع الشاشه زي ما احنا شايفين، عشان طبعا السلك بتاع الشاشه ما بيكونش ظاهر للعين، فبيمشي مع فرش السقف وبينزل زي ما احنا شايفين كده مع القايم بتاع الباب، ويوصل لحد تحت، يوصل لحد جهاز المثبت بدون ما في اي حاجه بتتغير ولا في حاجه اي حاجه بتكون باينه. يعني مفيش حاجه غريبه للعين بتكون باينه او ظاهره من السلوك. ده الشكل النهائي بتاع تركيب مثبت السرعه، وهنا الشاشه، وهنا ده الشكل النهائي للدراع. اغلب الصاري مكسوره مش عارف ليه اهو. يعني ركب بقى الاثنين دول وتوصل فيهم سماعات. لو حبيت اغير المود من الدراع بطلع كده، ده سبورت 2 كده،
سبورت 3. بعد كده بعمل ست. وبالنسبة لمثبت السرعة كمان كده بلغيه تاني بنفس الطريقة. ده الشكل النهائي للتركيب. هنطلع دلوقتي نجرب ونشوف ماشي معانا ازاي، ونشوف استخدامه بعد التركيب عامل ازاي. حلو يا ريس. دلوقتي انا كده اول بدور هو بيشتغل على كده. تمام. ده سبورت 1. ده سبورت 1. طيب انا كده عايز الغي، هدوس تاني على الزرار. تقلب بفوق لغايه ما تجيب الوضع الطبيعي بتاع العربيه وتدوس ست. اول لتحت بالدراع لتحت. اول ما يجيب لك شاشه فاضيه يبقى ده الوضع الطبيعي بتاع العربيه. يعني قلب فوق كمان واحده دوس ست. ده كده الوضع الطبيعي بتاع العربيه. حلو. اجيب محدد، اجيب اسحب عليا بالظبط عشان تقلب نور. تقليبه طويله كده. هو ستاند باي. حلو. ست بقى 30. هو المثبت والمحدد بيشتغلوا من 30 ل 180. عايز الغي ده. بتشدوا عليك شده طويله. مثبت بقى دلوقتي انا ماشي لبره كانك شغلت النور العالي بس لفتره طويله كده. تمشي على السرعه اللي انت عايزها من 30 ل 180 وتقوم دايس ست. اول ما تدوس ست او مثبت لك السرعه. تمام. انا مثلا لو هجيب السبورت مود اهو، انا كده ايه سبورت 3 ادوس ست. انا كده ايه بس سبورت 3 داخل دماغك قوي. لا اصل انا بمجرد ما بلمس الدواسه بص هو ما شاء الله يعني خد بالك الموضوع المودات دوت فيه جهاز مخصوص اسمه ويند بوستر. هات ايكونومي هتحس ان مفيش طلعه. ايكونومي اهي. الطلعه بقت ايه؟ العربيه بتقول لي ايه والنبي رجعني يعني ده ممكن انا في جوه البلد بقى عندي في وسط البلد، انا مش غاوي جري وبتاع، اشغل على النظام ده هيوفر معاك. بالظبط. الايكونومي بيوفر بنزين في وسط البلد. المطبات والاشارات والوقفه اللي احنا فيها زي الوقفه اللي احنا فيها ديت كده بالظبط. انا حاسسها كمان اكتر بتقعدك على الكرسي وانت بتسمع التجميعه وهي طالعه. عربيه طالعه قوي. لا عربيه ثانيه. العربيه البوابه غالبا يعني بتفتح وبترمي بنزين عشان العربيه تجمع اسرع. بتوفر عليا ان انا ادوس جامد والار بي ام يعلى. انا لو عايز اثبت بقى كده افتح المثبت الاول. افتح المثبت اللي ورا كده بدوس ست كده هو ماشي على ست. انا بقى لو لغيت من الدراع دلوقتي اللي هو ايه بقى اللي ورا ولا اللي ورا صح كده لغى خالص. كده بقى لو جيت سحبت عليا لا مش هيشتغل. انا كده قفلته خالص. مبروك عليك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك. الشرح هو اللي خد وقت. بس ما شاء الله يعني العمليه انجاز. انا يعني شفت فيديوهات ليك وانتوا بتحلوا دي بتقولوا ان هي صعبه قوي. مش دي اللي صعبه بتاعت الموديل الجديد. ده في الموديل التاني.